أهلا أصدقائي في فصل جديد من فصول الأمور سينان وشنج الصغيرة، ونكمل القصة بتاعتنا لحد موقفنا. لكن سينان مش هيعدي الموضوع ده بسهولة كده. قرب من شنج وقال لها: انت كنت بتتكلمي مع زميل المدرسة ده من امتى؟ وهو كان بيكلمك كأنكم قريبين من بعض. بعدها شينج لمست خده وقالت له: انت غيران عليا من جاي؟ طبعا سنان معروف بطبعه البارد وتقيل في نفسه، فهو قال لها: غيرة؟ لا خالص. وهو حاول يخبي مشاعره، لكنها هي بص عليه بتأمل وسرحانة في شخصيته الملفتة والجذابة. بعدها شينج قالت إنها بعد كده هتنادي عليه بسنان الخاص بيها هي وبس. وهي قربت منه، وبعدها هي حضنته، وهي فضلت في حضنه فترة. وبعدها هو لمس خدها وقال لها إنها شينج خاصته، وهي لطيفة جدا، وهي الشخص الوحيد اللي في قلبه وهو بيثق فيها. وفضل يتكلم معاها فترة، وكان شكلهم حلوين قوي مع بعض. بعدها هم قاموا وكانوا ماسكين ايدين بعض، وسنان سرحان فيها، وهم قضوا يوم حلو قوي. ونيجي بعد كده هم راحوا للسينما. وقتها شينجي نامت، فهو بيبص عليها لقاها نايمة، فهو قرب منها. وقتها راح شايلها، وهي بعدها صحيت وفضلت تتكلم معاه، وقعدوا ينقروا مع بعض. وهو قال لها وقتها إن هو عايز يسمع كلمة بحبك منها، عشان هي بتطلع منها جميلة ومليانة مشاعر وحب. فهي بعدها من غير ما تفكر قربت منه وقالت له إنها بتحبه، وهي مبسوطة إنها موجودة مع شاب أمور وجميل زيه. تاني يوم أخو شينج وسينان واقفين قدام الباب مستنيين شينج الصغيرة. وبعدها هي جت، وهم رايحين وقتها للشقة اللي أخوها مستأجرها عشان الجامعة. وقتها هما وصلوا إلى هناك، وكانت شينج مبسوطة جدا، وقعدت وقتها تناقر مع أخوها وتهزر معاه. وسنان وقتها كان واقف وباصص عليهم. نيجي بعد كده شينج بتتمشى، وفجأة وهي واقفة لقيت كلب جنبها. وقتها شينج كانت مبسوطة جدا. بعدها شينج راحت عشان تشتري أكل للكلب ده، ولما رجعت فجأة بتبص لقيت بنت جميلة قاعدة جنبه، وهي جابت للكلب أكل وقعدت جنبه وبتوكله. وشينج سرحانة فيها وفي جمالها.
فشينج قعدت جنبها وبدأت تتكلم معاها على الكلب، والبنت دي مردتش عليها وكان باين عليها الزعل جدا. وقتها البنت دي قامت وقالت لشينج الصغيرة إنها ما تقربش من الكلب ده وهي توكله وتمشي على طول، وبعدها سابتها ومشيت. وشينج وقتها مستغربة جدا منها وقالت إن البنت دي شكلها جميلة قوي، وبتقول إنها حاسة إنها شافتها قبل كده. بعد كده نيجي لأخو شينج وسنان، كانوا قاعدين مع بعض، وأخو شينج قاله إنه عارف من الأول على حبهم عشان كان باين عليهم، وبكده يكون سنان أخد أخته منه. سنان وقتها كان ساكت ومردش عليه. بعدها أخو شينج بيهزر مع سنان وقاله انت كبرت على طول كده، وكنت على طول بتغير من قرب أختي مني، وكنت بتخسر قدامي. بعدها سنان زق ايده وقال ده كان زمان، لكن دلوقتي الوضع اتغير. بعدها الباب خبط وجت شينج الصغيرة، وقتها كانت جابت الكلب معاها، واخوها وسنان قاعدين مستغربين جدا منها. بعدها هم قعدوا يهزروا مع الكلب. بعد كده اخو شينج كان قاعد في اوضته ونادى على شينج الصغيرة وقال لها خدي الحاجة دي واديها للشقة اللي جنبينا. فهي وقتها راحت وبتخبط على الباب. فجأة الباب فتح، لقيت مين؟ أستاذ الرياضيات اللي هي بتخاف منه، بس هو المرة دي من غير هالات العين السوداء. وهي وقتها عملت صوت عالي جدا من صدمتها. فالأستاذ بيقول لها بطلي صوت، انت كده هتخلي كل المبنى يصحوا. بعدها جه سنان لما سمع صوت شينج الصغيرة وهي بتشاورله وبتقوله شوف مين هنا. بعد كده قعدوا مع بعض وفضلوا يتكلموا، والمعلم كان بيبص على شينج الصغيرة وهي كانت واقفة بعيد ومش قاعدة معاهم. وبعدها هي جت وبتسأل على وجود المعلم ده هنا جنب شقة أخوها ليه، وأخوها قال لها إن هو والمعلم اتفقوا على الإيجار هنا سوا، وهو مبتسم وسنان كان قاعد جنبه. بعدها شينج وسنان كانوا قاعدين جنب بعض، وشينج ماسكة فيه وسنان بص عليها وهو كمان لمس ايديها، وفضلوا يبصوا لبعض فترة. وبكده يكون انتهى الفصل، وتابعوني في الحلقات الجاية عشان نكمل باقي الفصول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.